النهارده بقى هنعمل السباكيتي بطريقه جديده، حاجه كده اخر تريح دماغ، نظام شقلب وقلب. بجد يا جماعه احلى وجبه لجوع اخر الليل. وعايزه اقول لكم بصراحه انا عملت فيها كده ايه تويست وخليتها غدا. بصراحه يعني احنا اتغدينا بالصينيه اللي انتوا هتشوفوها دي. قبل ما ابتدي ما تنسوش بقى لايك للفيديو ده، شير في كل حته، وطبعا لو اول مره تشوفي الصفحه اعملي متابعه عشان توصلك الوصفات. ويلا بينا نسمي الله ونبدا في الوصفه. بصوا يا حبايبي، زي ما انتوا شفتوا كده رشيت قعر الصينيه بشويه من الزيت، شويه محترمين كده، وحطيت عليهم كيس الاسباجيتي فرشته على قد ما اقدر. الكيس بيبقى 400 جرام يا جماعه، مش الكيس الكبير، واللي هو ب 4 جنيه 4 جنيه ونص. وفرشته وحاولت اغلف كل الاسباجيتي بالزيت زي ما انتوا شايفين. جيت بقى احط البهارات، حطيت معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وقلت عشان لما اجي احط عصير الطماطم لو طلع حامض ولا حاجه هحط معلقه صغيره من السكر. وعلشان ازود النكهه ويبقى في تيست حلو قلت هحط مكعب مرقه مطحون كده يزود التيست عندي. في اسهل من كده ولا اسهل من كده؟ يعني لو عندك ابن شاب كده جعان في وسط الليل يعمل الموضوع ده. طماطميتين يضربهم في الخلاط ويعمل عصير الطماطم اللي انتوا شايفينه ده، ويسقي بيهم المكرونه بحيث يغطي السطح. طب ده انا ضربت الطماطم وطلعت قليله، زوديها ميه يا ستي مش هنخسر حاجه. ولو لونها فاتح حطي معلقه من معجون الطماطم. عملت زي ما انتوا شايفين بالمعلقه كده بحيث ان الاسباجيتي كله يتخلله عصير الطماطم، شايفين؟ بحيث انه ما يبقاش فيه جزء واصل له العصير وجزء لا. وافتكرت بقى ان انا لازم احط زعتر. يا جماعه الزعتر بينقل الصينيه دي لمستوى تاني. وحطيتها في الفرن على درجه حراره 180. بعد تقريبا 10 دقايق هطلعها، هيبقى ده منظرها، شايفين عماله تشكشك كده. وهحاول ان انا احركهم عشان ما يلزقوش في بعض. لازم الخطوه دي يعني ما تحطيهاش من الاول للاخر في الفرن من غير ما تفتحيه، لا هنفتحه في النص ونحركها التحريكه دي زي ما انت شايفه كده. وبصراحه في شويه كانوا لازقين بس انا فضلت وراهم لغايه ما حاولت احررهم كده من الصينيه، وان هم يكونوا يعني مش لازقين في قعر الصينيه عشان يستووا مع الصوص الحلو اللي احنا حاطينه. طب افرض انت اكتشفتي ان انت بعد ما حطيتي الصوص ان الصوص قليل، زودي شويه ميه بس سخنين. اوعي تحطي ميه من الحنفيه او ميه ساقعه في الصينيه وهي سخنه. لو مستخدمه بايركس زي بتاعي ده هتطق منك وتقولي ده ولا قالت حطوا ميه، لا حطوا ميه سخنه. دلوقتي دي المره التانية بعد ربع ساعه، وقلت ايه هقلبها. يبقى كده هي قاعده معانا تقريبا نص ساعه الا 5 دقايق، وقلبتها. وكده المكرونه جاهزه، يعني اللي جعان ياكل ويتفضل والف هنا وشفا. بس انا بقى عشان غدا قلت اعمل كده ايه اي منظر كده عشان يبان ان انا تعبت بقى في الوجبه واني عملت اكله كده ايه تعبانه فيها. جبت شويه جبن عندي، شيدر على رومي على موتزاريلا، ورشتهم على الوش. لقيت شويه سلامي، لو عندك تركي او لانشون حطي برضو على الوش، وفرشتهم كده. حطيت المكرونه تحت الشوايه وزي ما انتم شايفين الجبنه ساحت والدنيا بقت تمام. تعالوا ندوق بقى. والله العظيم انا عمري ما تخيلت ان هي تطلع بالطعمه دي. معقول حاجه بالسهوله دي تبقى بالطعمه دي؟ وايه ورخيصه يعني، كلها بواقي جبن، كيس مكرونه ب4.5، شويه سلامي ما حصلوش 5 جنيه. يعني بصراحه يا جماعه انا بنصحكم جدا ان انتوا تستبدلوا الاندومي والوجبات السريعه بالاكله دي. ولا قعدنا وقفنا قدام البوتاجاز ولا غيره، شايفين؟ يا رب بقى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم. الف هنا وشفا عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.